ورحمة وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه بقى مع بعض؟ قبل ما نبدا كده الفيديو نصلي على النبي ونصلي على رسوله، ونحط لايك للفيديو طبعا، ونشترك في القناه ونفعل الجرس ونختار الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. هقول لكم بقى معانا ايه النهارده. انا معايا وصفه حلوه جدا ولذيذه جدا ومغذيه جدا للاطفال. احنا قاعدين كده زهقانين والولاد عايزين ياكلوا حاجه حلوه، هتقومي تعملي لهم حاجه باقل التكاليف وبكل حاجه موجوده عندك في البيت، وهتكون سريعه في نفس الوقت وهتكون سهله عليكي. مش هتكمل معاكي بالظبط نص ساعه. انا هقول لكم هنعمل ايه النهارده مع بعض. اول حاجه انا معايا هنا كوبايتين دقيق اهم، منخولين كويس جدا وعليهم ذره ملح. هحطهم هنا كده في العجينه دي بتاعتي الصغنونه دي او البوله دي اهم. ومعايا كمان هحط كمان معلقتين سكر كبار، لكل كوبايه دقيق معلقه سكر اهي. بصوا اهي. وهحط بيضايه واحده اهي. وهحط كيس فانيليا. انا بعمل ايه النهارده يا جماعه؟ انا بعمل كريب حلو، كريب بالموز. هعمله لكم بالموز وبالشوكولاته، حلو جدا وتحفه. ومعايا كوبايتين من اللبن. الكوبايه اللي انا هعاير بيها اللبن هي اللي هعاير بيها الدقيق بتاعي. وادي الكوبايه التانية اهي. وهحط برضو معايا هحط معلقه زبده بلدي كده حلوه. ممكن تستبدليها بسمنه على فكره، وممكن تستبدليها بزيت، بس طبعا يكون زيت نباتي نضيف وملوش ريحه اهي. دي معلقه زبده بلدي كده حلوه. نحط حته تاني صغنونه كده. الزبده البلدي يا جماعه في الحلويات حلوه جدا، وفي الوصفات اللي فيها بيض بالذات بتخلي طعم الوصفه حلو. تمام. هعمل ايه بقى؟ هقلب كل المقادير كده مع بعض. هحاول اقلبها كويس. هجيب الاول المضرب بتاعي اهو. نستغنى بقى عن المعلقه دي دلوقتي. هحاول بس ننزل كده الدقيق اللي فيها. هقلبه كويس جدا، مش عايزه اي تكتلات فيه. اقلب جامد كده اهو. مش عايزه اي تكتلات تبقى في العجينه بتاعتي، عشان انا عايزه لما اعملها تبقى حلوه وتبقى ملساء كده وتبقى حلوه جدا وناعمه كده وجميله. ميبقاش لما اجي اكلها، لما اجي اكل اللقمه بتاعتي تبقى فيها تكتلات كده وطالعه في بقي اهي. ممكن على فكره في الخطوه دي تضربيها في الخلاط، لا اما تضربيه بالهاند بلندر، لا اما كمان لو عندك عجان تضربي بالعجان اهو جامد كده. بس انا على فكره هضربه بالهاند بلندر. بصوا يا جماعه، انا قلت اضربه بالهاند بلندر اسهل لان هيفك اي تكتلات فيه واسرع. هنضرب كده كويس اهو. هيديني نتيجه حلوه جدا لما تضربيه في الخلاط او الهاند بلندر، اسرع واسهل من ايدينا. وبعدين هيفك اي تكتلات بتاعه الدقيق هتلاقيها في قلب العجينه او في قلب الخليط بتاعي ده. هيفك اي تكتلات دي فيه. اضربه كده ضربه حلوه كده محترمه حوالي 5 دقايق. بصوا بقى يا حبايبي اهو، بعد ما ضربته بصوا بقى لونه عامل ازاي. بصوا الفقاقيع اللي فيه، بصوا خليط اهو سائل جميل حلو جدا اهو، مفيهوش اي تكتلات. بصوا حلو جدا وريحته حلوه جدا وطعمه هيبقى حلو جدا ان شاء الله. هسيبه بقى دلوقتي في التلاجة حوالي 10 دقايق ربع ساعه كده، على بال ما احضر معاكم الصوص اللي احنا هنحطه على الكريب بتاعنا، واقول لكم دلوقتي هنعمل الصوص ايه ومقاديره ايه.
يا حبايبي هنعمل احلى صوص دلوقتي. هنحط على الكريب بتاعنا صوص شوكولاته تحفه وخفيف، وفي نفس الوقت يعني حاجاته مش كتيره، وحاجاته مش يعني مش اللي هي ايه حاجات ان انت هتبقى مكلفه عليكي. معانا هنا ده نص كوبايه اهي لبن، تمام. هنحطها كده اهو. ومعانا معلقتين كبار كاكاو خام، كاكاو اسباني. نجيب الكاكاو اللي هو الاسباني عشان يبقى ايه نضيف معانا في الوصفه بتاعتنا وما يبقاش ايه طعمه وحش. ومعانا دي نص كوبايه سكر بودره اهي. الصوص ده حلو جدا وموفر جدا جدا، وممكن تستخدميه في حاجات كتير. ممكن تستخدميه في تزيين التورت، ممكن تستخدميه في الكريب زي ما انا هعمل دلوقتي. ومعانا نص كوبايه زيت اهي كمان. من كل حاجه كده نص كوبايه، ما عدا الكاكاو معلقتين كبار. يعني حطينا نص كوبايه سكر بودرة، حطينا نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، معلقتين كبار كاكاو خام اللي هو غير محلى، عشان احنا طبعا حاطين سكر. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنضربه بالهاند بلندر او في الخلاط. انا هستعمل دلوقتي الهاند بلندر. هضربه ضرب جامد لحد ما يتقل وهوريهولكوا دلوقتي اهو. بصوا بقى هنضربه كده اهو بالهاند بلندر بتاعنا. هنبدأ نضرب كده فيه لحد ما يتقل، يبقى معانا كده صوص حلو كده تقيل. هضربه بقى انا كده واخلصه وهوريهولكوا في الاخر. بصوا بقى يا حبايبي، بصوا الصوص بتاعنا، بصوا اللمعه اللي فيه، بصوا شكله، بصوا جماله حلو جدا. ده تعملي بيه اي حاجه. شوكولاته سوري اسفه معلش، كيكه جاتوه، تحطيه على تورت، تحطيه على ايه تاني، اللهم صل على النبي، على الكريب زي ما انا هعمل دلوقتي. حلو جدا في اي حاجه انت عايزه تحطي لها صوص شوكولاته اهو. بصوا تحفه. يعني بصوا بيرمي كميه كبيره جدا. بصوا يعني ملا البوله قد ايه على بعضيها على اخرها. بصوا اللمعه اللي فيه، شايفين؟ بصوا قوامه. هتسيبوه بقى دلوقتي في التلاجة يعني بتاع حوالي نص ساعة. انا هسيبه لحد ما هخلص الكريب بتاعي على البوتاجاز. هسوي الكريب بتاعي وبعد كده هبتدي بقى اشتغل فيه. لما بتسيبيه شوية في التلاجة بيتقل اكتر من كده كمان، وبيبقى احلى واحلى لما تيجي تشتغلي بيه. بيبقى سهل جدا معاكي في الفرد وانت بتفرديه. هروح بقى دلوقتي هحطه في التلاجة، وبعد كده هنروح للبوتاجاز عشان نشوف بقى هنعمل ايه الكريب بتاعنا هنسويه ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، هنا معايا طاسه اهي زي ما انتم شايفين. اهم حاجه تكون الطاسه تكون حلوه مش بتلزق. ومعايا الكريب بتاعي اهو. بصوا حطيته هنا في حاجه اللي هي ايه، يكون ليها حاجه مدوره زي كده او ليها بوز عشان خاطر اعرف اصب بيه. قبل ما هبتدي انزله في الطاسه بتاعتي لازم اديله تقليبه كده كويس، عشان هو طبعا بقى له حبه في التلاجة اهو. هعمل ايه بقى؟ هنزل معلقه واحده بس زيت، معلقه زيت واحده، ونخلي بالنا واحنا بننزل عشان ما يبقاش زيت كتير اهي. يعني بصوا انا عايزه ايه، معلقه كده صغنونه خالص، وبالفرشه بتاعتنا اهي كده اهو. بصوا بقى هنعمل ايه، هنيجي نوطي النار شويه. طبعا الطاسه بتاعتنا سخنه جدا. هننزل كده ايه في النص بحبه ايه صغيره اهو. نفردها كده بحركه دائريه كده اهي. بصوا وهنسيبها. بصوا بقى هنبتدي نسيبها لحد ما الاقي لون العجينه بتاعتي. بصوا بقى اللون ده اهو، ما بقاش لونه ابيض زي ما حطيناه اول مره. في الحاله دي هنعمل ايه، هنروح قلبينه كده اهو، بس نستنى عليه دقيقه تاني عشان انا عايزاه ياخد ايه، ياخد لون من تحت. نعلي النار سيكه كده، تبقى النار بتاعتنا يعني مش عاليه خالص ولا واطيه قوي اهو، عشان انا عايزاه ياخد لون من تحت. عشان هي قلبه واحده اللي هقلبها له على الوش ده وعلى الوش التاني، مش هقلبه اكتر من كده. طبعا اول واحده يبقى طبعا معروفه ان تظبط معانا اهي. بصوا اهو، هنوطي بس كده النار عليه، ما نخليهاش عاليه قوي عشان احنا مش عايزينه يتحرق معانا.
الكريب ده حلو جدا ومغذي جدا للولاد، وحاجه كده موفره كده في البيت وعلى قد امكانيات ايدينا وعلى قد الحاجات اللي موجوده عندنا، نعمل اي حاجه لاولادنا حلوه في البيت، عشان خاطر طبعا هم بيبقوا قاعدين كده فاضيين وزهقانين، وبالذات احنا دلوقتي في الصيف في اجازه اهي. عادي جدا هتتفرد دلوقتي معايا، هظبطها اهي. وما تخافوش التقطيع دوت لما هنيجي نلفه دلوقتي هيبقى ايه، هيتدرى اهي. بصوا انا بعمله كده على طول للولاد، يعني لو رايحين الحضانه، مدرسه، رايحه بيهم النادي زي ما قلت لكم قبل كده، رايحين تمرين، رايحين مثلا مصيف، حلو جدا وحاجه كده زي ما قلت لكم موفره في نفس الوقت، حاجه حلوه للولاد. بصوا هي دي انا قلبتها كذا مره لان كانت الطاسه لسه ما سخنتش معايا قوي، فما خدتش اللون اللي انا عايزاه. بصوا اللون اللي انا عايزاه هو اللون ده اهو. فانا ايه هعلي كده النار شويه اهي. ومعلقه الزيت دي احنا هنعمل بيها كذا واحده لحد ما نحس ان الزيت بتاعنا ايه قليل اهو. ننزل بقى كده اهي، يعني نفردها عادي جدا ما تخافوش اهي. بصوا بقى هنعمل واحده كمان اهو. هحط كده بايد والايد التانية ايه اهي، نلفها كده بسرعه. انا عايزاها تتلف معايا كده بسرعه عشان خاطر ايه، تاخد شكل الايه الطاسه بتاعتي اهي. بصوا مش هنيجي جنبيها ولا هنقلبها. هخلص بقى انا الكميه بتاعتي دي كلها وهوريلكم في الاخر لما ايه لما يطلع. بس هقلب معاكم دي دلوقتي وانتوا ايه وانا فاتحه الكاميرا كده معاكم. بصوا الفقاقيع بتاعتها شايفين دي هي كده خلاص ايه استوت. هشوف بس ظهرها، بصوا ظهرها خد لون حلو جدا ما تخافوش عادي جدا اهي. هي الطاسه سخنه شويه، هنعمل غيرها معلش عشان دي ايه لساعدني بصراحه. بصوا هم ان انتوا ايه تعملوها بحركه دائريه اهي. دي اللي طلعت دي انا هكملها دلوقتي، هفردها بس تهدى بس شويه عشان اعرف ايه امسكها. بصوا ابتدى هو يعمل فقاقيع معانا وابتدى معانا يستوي. بيبقى حلو جدا على فكره وبيبقى طعمه حلو جدا. انا بعمله كده على طول للولاد بيبقى جميل قوي اهي. بصوا دي اللي كلكعت معايا. بصوا انا ظبطتها ازاي اهي. ما تخافوش التقطيع دوت مش هيفرق معانا كتير واحنا ايه واحنا بنلفها اهي. بصوا خدت لون حلو برضو اهي. ما تخافوش دي كده برضو مش محروقه، دي كده واخده لون حلو عادي اهي. بصوا اهم حاجه لما نيجي نعمله نخلي بالنا واحنا ايه شغالين. بس انا هوطي النار شويه عشان الطاسه بتاعتي ايه سخنت قوي. بصوا بصوا بقى يا حبايبي انا خلصت اهو الكريب بتاعي كله. بصوا ما شاء الله الله اكبر، رمى كتير جدا ما شاء الله. بصوا جميل ازاي. بصوا العجينه بتاعته بصوا حلوه جدا اهي. بصوا طريه ملمسها ناعم وجميله قوي وريحتها تحفه. ومعانا صوص الشوكولاته بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه مع بعض اهو. بصوا انا حطيته في التلاجة تقيل اهو. بصوا شفتوا القوام بتاعه بقى حلو ازاي. ومعانا هنا اهو دول 5 موزات هزين بقى بيهم وهعمل بيهم الكريب بتاعي. هقول لكم بقى معايا ايه دلوقتي هنعمل ايه بالظبط. بصوا بقى هنعمل ايه مع بعض. هنحط هنا الكريب بتاعي اهو. هناخد معلقه كده من الصوص بتاعنا الجميل اللي احنا عاملينه ده. بصوا حلو جدا اهو.
ما نكترش بس كتير عشان خاطر ايه اهو. بصوا هنعمل ايه بقى. معانا السكينه الحلوه بتاعتنا اللي بنفرد بيها دي اهو. بصوا هنفرد كده ايه فردة عشوائيه كده اهو. بصوا هاخد حته تاني اهو من الصوص بتاعنا اهو. وهنعمل ايه بقى بعد كده. هنديله رشه قرفه، رشه قرفه كده خفيفه. طبعا الموز مع الشوكولاته مع القرفه بيبقى حلو جدا اهو. وهنجيب الموزيه بتاعتنا نقشرها كده، نرمي القشر بتاعها على جنب. بصوا نقطعه كده مكعبات او نقطعه كده حتت صغنونه كده اهو. حلو جدا ومغذي جدا للولاد، والولاد بيفرحوا بالحاجات اللي فيها شوكولاته دي قوي، بتبقى ايه تحفه بالنسبه لهم اهي. بصوا هنعمل ايه بقى. هنلف كده الكريب بتاعنا اهو. هنعمله رول كده حلو. بصوا شكله. نجيب بقى الطبق اللي هنحط فيه ونرصه كده. بصوا شكله. هعمل معاكم واحد تاني اهو. بصوا يا جماعه اشتغلوا كده بحب كده في المطبخ، وقفوا كده ايه انه النية لله، وابتدوا اعملوا لاولادكم اللي نفسكم فيه واللي نفسهم فيه طبعا اهو. بصوا اهو. ناخد كده تاني صوص الشوكولاته من اللي انا عاملاه. بصوا تحفه. بصوا كريمي ازاي، كريمي وحلو جدا. هناخد معانا برضو موزيه. على فكره انا مش هقطع الموزيه كلها لان انا ايه مش عايزه الموز فيه يبقى كتير اهو. بصوا عادي وقعت مننا عادي، بس نمسح ايدينا بس في منديل كده عشان خاطر ايه متبقاش ايدينا ملحوسه اهي. بصوا تحفه طعم وريحه. وبصوا مش قادره اقول لكم الزبده مع الموز مع الكريب مع الشوكولاته ميكس كده تحفه، يخليكي كده تروحي في حته تانية وانتي بتاكليه اهو. بصوا نديله كده رشه خفيفه من القرفه. طبعا الموز بيعشق حاجه اسمها قرفه. نمسح بس حرف الطبق بتاعنا كده عشان ما بحبش وانا شغاله يبقى الطبق بتاعي ملحوس او الحاجه اللي انا ماسكاها تبقى ملحوسه اهي. بصوا نديها ايه لفه تاني. بصوا دي مقطوعه عادي جدا اهي، نديها لفه كده اهي. بصوا عادي نلفها كده اهي. بصوا شكلها تحفه. هنحطه كده في طبق التقديم بتاعنا اهو. بصوا هخلص بقى انا الكميه بتاعتي كلها وهوريها لكم في الاخر عشان ما اطولش عليكم الايه الفيديو. بصوا بقى يا حبايبي انا زوقته اهو وحشيته لسه لا ما زوقتوش. بصوا انا حشيته اهو. دي كل الكميه اللي طلعت معايا اهي. بصوا ودول كمان اهو. بصوا حلو جدا ومغذي جدا للولاد زي ما قلت لكم كده، وحاجه كده سريعه ولذيذه. طبعا احنا حاطين فيه زبده وحاطين فيه بيض وحاطين فيه لبن وحاطين فيه موز، كل الحاجات دي طبعا مغذيه للولاد. هعمل ايه بقى في الاخر كده. انا عندي صوص شوكولاته اهو. همشي كده ايه خط كده خفيف بالازازه بتاعتي كده. هعمل كده شكل كده حلو كده عليه. بصوا طبعا العين بتاكل قبل البق، الولاد بيحبوا الحاجات دي جدا، بتخلي شكل الاكل حلو، بتشجعهم ان هم ياكلوا ايه الحاجه. بصوا بصوا الجمال بتاعه حلو جدا، طعمه تحفه اهو. بصوا ريحته في منتهى الجمال. ودي الكميه اللي طلعت معايا، ده غير بقى اللي ايه اللي اتسلوا فيهم هم وانا بزين يعني. الف هنا وشفا على قلبهم يا رب اهو.
دول طبعا اللي انا عاملاهم دول، الموز كان معايا خلص، فحشيتهم بس كده بالشوكولاته وايه، وعملتهم زي ايه، زي شكل كده مختلف اهو. بصوا شكله تحفه جميل قوي. اهو بصوا بقى عامل ازاي، تحفه تحفه والله العظيم، لو عملتوه مش هتندموا وهيعجبكم جدا وهيوفر عليكم كتير. وبالذات الولاد دلوقتي اجازه وقاعدين اجازه عايزين ياكلوا اي حاجه حلوه، بدل ما تديهم فلوس يروحوا مثلا يجيبوا حاجه جاهزه، ولا يجيبوا شيبسي، ولا يجيبوا اللي هو الكيكات الجاهزه. الحاجات دي كلها مش حلوه ليهم ومش يعني مش مفيده ليهم. بصوا انا على قد ما بقدر ولادي ما بجيب لهمش حاجه خالص من الشارع غير قليل جدا، فاي حاجه بيعوزوها انا بعملها في البيت زي ما انتم شايفين، باقل التكاليف وباقل الامكانيات لو عندي، بطلع لهم احلى حاجه. وقفوا بس كده في المطبخ بحب كده وحبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها، هتلاقوا نفسكم طلعتوا احلى حاجه. بصوا تحفه طعم وريحه، وبصوا والله العظيم مش قادره اقول لكم طعمه عامل ازاي، مش عشان انا اللي عاملاه بس فعلا حلو جدا. وقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو لو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه بتاعت النهارده دي، وحطوا لايك للفيديو طبعا لو عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم.